خذ مفتاح بيتك وضعه في الملح بهذه الطريقة التي ستراها معي الآن إن شاء الله. بهذا الفيديو بفضل الله ستملأ بيتك أفراح ومال ورزق كتير لا يخطر على البال، تمنع وجود السحر والمشاكل والضيق وأي عكوسات موجودة عندك في بيتك. وصفة ناجحة جدا وسريعة الاستجابة ما شاء الله. هذه الفائدة بالضبط تكثر الأرزاق وتفتح النصيب وتسرع الزواج، ويجعل الله في طريقك القبول والحظ والمحبة. تنور الوجه وتجلب لك ما تريد وتحقق لك ما تشاء بإذن الله تعالى. تابعوا معي الفيديو للنهاية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكالعادة ليعم الخير على الجميع وليكتب لكم الأجر إن شاء الله. لا تنسوا فضلا أحبائي الكرام الضغط الآن على الزر لايك أو زر الإعجاب، وشاركوا هذا الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة على الجميع. واتركوا لنا تعليق بالصلاة والسلام على رسول الله لنرى كم من مسلم حاضر معنا ويشاهد هذا الفيديو، ولكم أجر الله بكتابه تعالى. إن شاء الله سأقدم لكم فائدة ربانية عظيمة جدا، في نفس الوقت تعتبر أنجح الوصفات على الإطلاق. هذه الوصفة ما شاء الله هي المعتمدة عندي في كل شهر، يعني ضروري أن نطبقها مرة في الشهر أو مرة في الأسبوع أو عند الحاجة إليها. أعطيتها للناس ما شاء الله سبحان الله العظيم، تيسرت عندهم الأمور والأحوال وفتح رزقهم ونصيبهم بسرعة البرق وبطريقة لم يتخيلوها أبدا، يعني جلبوا بها أرزاقهم بعدما كان رزقهم وقف وفيه تعطيل. هذه الفائدة غير الله بها أحوالهم وغير ظروفهم، بمجرد ما طبقوها تغير حالهم 180 درجة. سبحان الله العظيم، يعني ضروري أن تلاحظ الفرق أحبائي الكرام، يعني الفرق كبير بين قبل وبعد. هي وصفة ناجحة 100%، ويسخرها رب العالمين. هذه الفائدة تجلب الحظ وتسرع الزواج وتجلب الخطاب، يعني يجعل الله في طريقك الحظ، يعني الحظ الأعظم والقبول، يعني كيكون عندك قبول خطير، قبول نوراني، لدرجة أن كل من رآك أحبك محبة خالصة، حتى أنها تفتح باب النصيب والرزق بطريقة لن تتوقعيها أبدا ولم تحسبي لها أي حساب. أيضا تبطل عنك كل الموانع والعكوسات، وتقضي بها إن شاء الله على كل سحر وعلى كل عين حاسدة أصابتك أو أصابت رزقك أو منزلك، وستفك عنك سحر الوقف والضيق وسحر التعطيل، لأن هذه الفائدة تطبق بمفتاح البيت إن شاء الله، بمفتاح بيتكم، يعني الباب الرئيسي، المفتاح الذين تفتحون به باب المنزل. هذه الفائدة تكمن قوتها أنها فائدة ربانية بامتياز، حتى أنها تبعد عن طريقك الناس الخبثاء، يعني أي شخص يريد بك شر أو لأن يعمل لك أو شيء خبيث أو سحر والعياذ بالله. هذه الفائدة ما شاء الله تنجيك من كل هذه الأسام والمشاكل، وستعمل معك تحصين، يعني ستكون لك حصن حصين لبيتك والأفراد بيتك، حصني بها أبنائك وزوجك وبيتك ونفسك أيضا. هذه الفائدة قديمة جدا، يعني قديمة موجودة بكثرة،
ومذكورة في كتب الموروث. وكل الرقاة يعني أكبر وأعظم الرقاة يعطونها للناس لها قوة خارقة ما شاء الله في منع وتجديد الأسحار وحل كل المشاكل في نفس الوقت، تكثر الرزق وتجلب لك ما تريد وتقضي حاجتك بإذن الله تعالى، خصوصا إذا كانت عندك أمنية تحققها لك كلمح البصر. إذن على بركة الله نبدأ في تطبيق الفائدة. أول شيء طبقوها بسرية وكتمان وبعيد عن أعين الناس وعن أعين الناظرين، حتى لو كان يعني أفراد بيتك مثلا أبنائك أو زوجك. اذهبي لمكان يخصك مثلا في غرفتك الشخصية وانوي نيتك وطبقي الفائدة. ها أنتم تحتاجون فقط لمكونين بسيطين موجودين في كل البيوت. المكون الأول هو الملح. خذوا أي نوع من الملح متوفر عندكم في البيت، ولكن كنصيحة يعني خذوا ملح الطعام، يعني هذه الفائدة تنجح أكثر إذا استعملتم فيها ملح الطعام. خذوا منه كمية لا بأس منها. كما تعلمون أن الملح يقضي على كل العكوسات وكل الطاقات السلبية وطاقات الشياطين ويمنع تجديد الأسحار، يفك وكل الطاقات السلبية والطاقات الشياطين ويمنع تجديد الأسحار ويفك كل العقد التي فيك أو في روحك. الملح إذا استعمل بالطريقة الصحيحة يكثر ما شاء الله الرزق وييسر ويسخر ويسهل عليك كل أمور حياتك لدرجة العجب، والله لدرجة العجب. أي حاجة ستقضيها إن شاء الله ستسهل عليك بما في ذلك الزواج والقبول والحظ والنجاح والحمل. يعني أي أمنية عندك في بالك خذوا كمية من هذا الملح وضعوه في كأس من زجاج. ضروري بارك الله فيكم أن يكون الكأس من زجاج. وبعدها خذوا مفتاح بيتكم، الباب الرئيسي للدخول والخروج، يعني المفتاح الذي تفتحون به باب منزلكم. طبقوا به هذه الفائدة، ثم بعدها خذوه وادفنوه في هذا الملح بهذه الطريقة كما تشاهدونها. ادفنوه بالكامل وغطوه بالملح. إن شاء الله بمجرد ما تقوموا بعمل الفائدة ستحس بشعور وإحساس غريب، كأنك تخلصت من هم ثقيل كان عندك، كأنك طفل صغير ما شاء الله. ستحس بفرحة وطمأنينة وبراحة البال وبسعادة ما شاء الله. في نفس الوقت ستحس بأنك تخلصت من الطاقة السلبية واستقبلت الطاقة الإيجابية. ضروري أن تحسي بهذا الإحساس. ثم خذ هذا الكأس وضعه بين قدميك وخطي 7 خطوات بقدميك، خطوة للأمام، خطوة للوراء، خطوة للأمام، خطوة للوراء. احسب بالضبط بدون زيادة أو نقصان 7 خطوات إن شاء الله. وهذا الكأس موجود بين قدميك. في كل خطوة قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، صدق الله العظيم. يعني كل خطوة اقرأوا هذه الآية العظيمة إن شاء الله 7 خطوات تساوي 7 مرات قراءتكم لهذه الآية بصوت مسموع. وبعدها خذوا هذا الكأس وانزعوا منه هذا المفتاح واجمعوا هذا الملح في منديل ورقي أو في قطع القماش وضعوه في أي مكان في بيتكم، في أي مكان تريدون. أما هذا المفتاح إن شاء الله ارجعوه لمكانه. هذه الفائدة لن تتخيلوا بركتها، فيها خير كثير وفتح عظيم ما شاء الله، ستروا فيها العجب العجب. أنا دائما أطبقها كما قلت.